السلام عليكم. لو كنت من مربين الفراخ يبقى كان الله في العون، ولو كنت لسه عاوز تبتدي او ما بتربيش فراخ لا الجدعن بقى كده وادخل معانا في المفرمه اللي احنا فيها دي. النهارده اليوم الاول في استقبال الكتاكيت، عملنا دوره في شهر 7 اهو، وده اكتر وقت حر بالنسبه لنا في طول السنه. المهم يا جماعه، عملنا قبل كده فيديو اتكلمنا فيه عن الاساليب اللي هنستخدمها لتربيه الفراخ في الحر، وازاي نخلي الفراخ ان شاء الله تعدي معانا وتجيب معانا اوزان كويسه. وعملنا بعد كده دراسه جدوى لتربيه الفراخ، وقلنا ان لو مكانك كويس ان الفراخ تستحمل بس الحراره دي، اكيد ان شاء الله هتطلع معانا بربح كويس باذن الله. طب هنقضيها بقى كلام كده نظري وخلاص؟ لا خلاص، النهارده ان شاء الله بدايه العملي بقى. اليوم الاول لاستقبال الكتاكيت النهارده باذن الله. هنعرف ازاي هنمشي مع الكتاكيت بتاعتنا، ايه العلاجات اللي بنحطها في الاستقبال، الحاجات اللي بنعملها، الكلام ده كله بحيث ان احنا نخرج او نحول الفرخ ده للفرخ ده على نهايه الدوره باذن الله. اول حاجه، انت جاي لك ضيف، ومش اي ضيف كمان، لا ده ضيف متربى على الغالي. الكتكوت الواحد هيصرف معانا زي ما قلنا 145 جنيه تقريبا، 150 جنيه طول الدوره، تمام. فلو المكان مش مجهز لاستقباله يبقى احسن ان انت ما تربيش فراخ خالص طول فتره الحر. الكلام ده قلناه في الفيديو اللي فات وبنأكد عليه تاني. لو المكان عندك مجهز يبقى خير، ان شاء الله هنربي والدنيا هتبقى عندنا تمام. المكان عندك هيبقى حر زياده عن اللزوم، مش مجهز لاستقبال الفراخ، يبقى احسن ان احنا ما نجيبش فراخ الوقت. طب هنجهز المكان بتاعنا ازاي لاستقبال الفراخ؟ رقم واحد في التجهيزات بتاعتنا الفرشة. في الصيف يا جماعة ابعد كل البعد عن حاجة اسمها تبن، ما تفرش تبن نهائي، ابعد عن التبن خالص. التبن بيعلي درجة الحرارة 4 أو 5 درجات زيادة. ممكن تفرش التبن في الشتاء، ما عنديش أي مشكلة في الشتاء، وكده كده احنا قلنا إن هو بيدفي بيعلي درجة الحرارة فيبقى كويس في الشتاء. رغم برضه مساوئ التبن في الشتاء، لكن افرش التبن في الشتاء عادي. لكن في الصيف نشارة نشارة بس، تمام. طيب ليه بفرش نشارة؟ هو ايه اصلا فايدة الفرشة بالنسبة لي؟ الفرشة بالنسبة لي في الصيف مش عشان الدفء، انا مش عاوز حاجة ان انا ادفي الفراخ. اصلا درجة الحرارة انا هوريكم الوقت الميزان، درجة الحرارة عندي 35، تمام. فايدة الفرشة ان هي تمتص الرطوبة والبلل من الاخراجات بتاعة الفراخ، وترجع بعد كده تخرجها تاني على هيئة رطوبة في الجو، وبعد كده احنا بنتخلص منها من خلال التهويات، تمام. يبقى فايدة الفرشة ان هي بتمتص البلل اللي في الاخراجات بتاع الفراخ. النشارة هي افضل حاجة تحقق لك الحتة دي. النشارة هتشرب البلل اللي في الارض اللي نازل من الاخراجات بتاع الفراخ، وهتخرجه في الجو على شكل رطوبة او عرق، وانت كده بعد كده بالتهويات بتاعتك بتتخلص من الرطوبة دي. لكن التبن ما بيعملش الحتة دي. طب ارتفاع النشارة قد ايه في الصيف؟ ما يتعداش ال5 سنتي. انا بقول لك انا مش عاوز ان انا ادفي، انا عاوز حاجة خفيفة، فرشة خفيفة بس تشرب الرطوبة والبلل اللي في الاخراجات بتاعت الفراخ. فانا مش هعدي 5 سنتي، ارتفاع الفرشة ما يزيدش معايا عن 5 سنتي. الحاجة التانية يا جماعة كمان ان احنا هنفتح التهويات على وسعها من اول يوم طول النهار، تمام. طبعا بالليل له كلام تاني، احنا هنشوف الجو عندك بالليل. لو درجة الحرارة نزلت عن 33 34 او في هواء ساقع بيدخل، اقول لك لم التهويات مفيش مشكلة. لكن بالنهار درجة الحرارة الوقت عندي في المكان، انا هوري لك اهو، درجة الحرارة في الميزان عاملة 35 مع ان الشباك مفتوح زي ما انت شفت كده. يبقى التهويات مفتوحة على وسعها. الحاجة التالتة، درجة الحرارة زي ما قلنا من 33 ل 34، هي أصلا جايبة معايا 35، فكده ولا في دفى ولا في لمبات حمراء ولا الكلام ده. وده ياخدنا للنقطة الرابعة، مفيش حاجة اسمها لمبات حمراء يا جماعة. اللمبات اللي هنستخدمها هتبقى لمبات بيضة للإضاءة من الليل لليل، من الليل لليل. يعني بالنهار أنا أصلا مش هولع لمبات خالص، الا لو كان المكان عندك اصلا اضاءاته ضعيفه. يعني انت لو بتربي في مكان بدروم مثلا، جراشات الكلام ده، والاضاءات عندك ضعيفه، فاحنا هنولع لمبه بالنهار. لكن الطبيعي بتاعي لمبات بيضاء للاضاءه بس من الليل لليل، ومش هنستخدم لمبات حمراء. وبكده اكون انا جهزت المكان بتاعي لاستقبال الفراخ. بعد كده هنجيب الفراخ بتاعتنا. خلاص كده يا جماعه جهزنا المكان بتاعنا لاستقبال الفراخ. ندخل بقى على النقطة التانية المهمة جدا برضو، وهي الكتكوت نفسه يا جماعة. الكتكوت نفسه وانت بتشتريه من مكانه، اتأكد ان الكتكوت اللي قدامك ده كتكوت كويس. لو الكتكوت مش كويس هيعمل لك مشاكل طول الدورة. طب اعرف ازاي؟ اول حاجة بنشوف الفرخ وهو بيتحرك قدامك زي ما انت شايف كده، بيتحرك في الثبت اهو.
القفص اللي قدامك ده الفراخ بتتحرك، بتمسك الفرخ، بتلاقي الفرخ بيعافر معاك، بيزق برجله، الكلام ده كله. تقلب الفرخ على ظهره هتلاقي ان الفرخ قام اتعدل على طول بسرعه. الحاجه الثانيه كمان، بتبص في بطن الفرخ لو لقيتها زرقاء او متغيره او كده خلاص بلاش منه، مفيش الكلام ده، يبقى الكتكوت اللي قدامك ده كتكوت كويس ان شاء الله. تمام. بننزل بقى الكتاكيت بتاعتنا على الفرشه في المكان اللي احنا جهزناه. طبعا قبل ما بننزل الكتاكيت بتاعتنا على الارض بنبقى مجهزين السقايه بتاعتنا والعلافه. العلافه بنحط فيها شويه علف قليلين جدا قد ملو الايد بس، لان الكتكوت بتاعنا لسه كتكوت صغير ما بيسحبش علف قد كده، فما تحطش علف كتير تهدر في العلف وتعمل كمان سموم للفراخ. كتر العلف قدام الفراخ بيعمل سموم وبيبوظ لك الفراخ. تمام كده. يبقى احنا بنحط شويه علف قليلين في العلافه ونكون مجهزينها على الارض على الفرشه بتاعتنا مستنيه الكتاكيت. تمام. الحاجة التانية، احنا النهاردة أول يوم استقبال. نيجي بقى للخطوة الأخيرة وهي برضو من الخطوات المهمة جدا في استقبال الكتاكيت. احنا هنستقبل الكتاكيت على ايه؟ عندك أكتر من حاجة لاستقبال الكتاكيت. ممكن نستقبل الكتاكيت على سكر أو عسل أو محلول معالجة جفاف. تمام كده. لكن أفضل حاجة نستقبل عليها الكتاكيت في الحر اللي احنا فيه ده، في درجة الحرارة العالية أوي ديت، هو محلول معالجة الجفاف. تمام. فاحنا بنكون مجهزين كيسين محلول معالجة جفاف، بنجيبهم من اي صيدلية بشري، وبنحط كيسين محلول معالجة الجفاف في السقاية اللي هي الاتنين لتر الصغيرة، اصغر سقاية، وبننزلها قدام الفراخ. يبقى احنا كده بنكون جهزنا المكان من كل حاجة للفراخ، بحيث انت بتشتري الفراخ تجيبها تنزلها على الارض، خلاص الدنيا عندك تمام كده. تضمن بإذن الله ان الفراخ الكتاكيت اللي انت جايبها ديت هتظبط معاك ومش هيبقى عندك اي عيوب في الاستقبال. ظبطنا الفرشة بتاعتنا نشارة ارتفاعها 5 سم. التهويات بتاعتنا هتبقى مفتوحة على وسعها. وطبعا ما فيش إضاءة، احنا قلنا ان الإضاءة بتاعتنا لمبات بيضة بس من الليل لليل، وكده ما نخافش على الفراخ بتاعتنا. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله الفراخ بتجري على الأرض عاملة ازاي، ده دليل على ان كده انت استقبالك كويس، الاستقبال بتاعك تمام. يعني لو عامل اي حاجة غلط مش هتلاقي الفراخ نازلة بتنتشر وبتجري بالطريقة دي. اول ما بتنزل الفراخ تلاقي الفراخ انتشرت كده، تعرف اولا ان الفرخ نفسه كويس. الحاجة التانية كمان ان انت كده مظبط كل حاجة تمام، فرشتك تمام وجوك تمام، والفراخ مبسوطة بالمكان ونزلت تاكل وتشرب وما عندكش اي مشاكل ان شاء الله. الفيديو الجاي باذن الله هنكمل معاكم استقبال الفراخ، وهنقول ايه هي علاجات الاستقبال اللي ممكن نستخدمها وتجيب معانا نتيجة كويسة باذن الله.